بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اليوم وصفتنا كنتاكي على طريقة أمريكانا. كوب مي مع نصف كوب طحين، ملعقة ملح. نخلط الماء مع الطحين والملح، ونضيف قطع الدجاج أو الدجاج اللي مقطعة ومغسولة سابقا، ونخليها مختمرة لمدة 12 ساعة بالبراد. يعني تسويها بالليل إن شاء الله، الظهر ثاني يوم تاكله. هذه هنا تفيد. شوف مثل ما مبين الدم كله صاعد لي فوق والطحين متعشر. عندنا صمون مطحون بالإضافة إلى خلطة أمريكانا مع طحين صفر، ملعقة صغيرة كاري، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملح. نصفي الدجاج بدون أن نغسله، لأن هو أصلا مغسول سابقا، بالإضافة إلى كان مختمر بهذه الخلطة، الطحين والماء والملح. نجهز بيضايتين أو بيضاية واحدة حسب الكمية. بعد أن صفينا تخلصنا من الماء، نخليه مصفي حتى نحاول ننشف أكثر قدر. راح نخلط الملح مع خلطة الأمريكانا والطحين صفر وملعقة الكاري وثم الفلفل الأسود. نخلطها بيدينا خلطة زينة، وبعدين نخلط جميع المكونات مع الصمون اللي مجهزيه سابقا. مثل ما تلاحظ تم الخلط بنجاح. نجيب بيضايتين نخلطهن، يلا تجربون هذه الطريقة، طريقة التخمير، وراح تشوفون يعني فعلا فرق كثير كبير. الطعم كنتاكي على طريقة ماكدونالد أو أمريكانا. هذه الطريقة واضحة أكيد والكل تعرفها. نغمس قطع الدجاج بالبيض، ومن ثم نخليها بالخليط المكون من البقسم والطحين الصفر وخلطة أمريكانا بالإضافة إلى الصمون. نكمل الموجود. أكيد بهذه الحالة إحنا مجهزين مقلاة عميقة فيها كمية من الزيت. لازم تكون بالبداية المقلاة عالية، بعدين أول قطعة نحطها بالمقلاة راح ننصي درجة الحرارة على المقلاة، لأن الدجاج مو مسلوق، فراح يظل يعني ولو قليل من الدماغ. بس بالتخمير في الطحين أكيد ما راح يبقى بأي، ولكن للأمان بعد أن نصينا نغطي المقلاة. وهذه أول قلبة. حاول كل ما تطلع وجبة أن تصفي المقلاة، لأن راح يلتصق بالوجبة الثانية بقايا
الخليط أو الخلطة اللي خلينا بيها وراح تسود. هذه آخر وجبة، إن شاء الله تجربون الطريقة وتعجبكم. أما من ناحية الملح فهي كان مع الطحين مختمر، وهذه شكل النهائي. الطعم والريحة، نظافة، ريحة، توفير. علينا وعليكم بالعافية. نتمنى دعمكم للقناة من خلال الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. سائلين الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.